السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أحبابي؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. بدنا نصلي أول شي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم الفيديو مثل ما شايفين كل هالكريمات هي قدامكم، هو فيديو تحدي. أنا قبل بيومين 3 كنت عم فكر أعمل فيديو عن تجربتي مع شركة فورايفر ليفينج. مثل ما شايفين أكتر الكريمات اللي عندي هي من شركة فورايفر ليفينج برودكتس، هي شركة أمريكية. أنا استخدمت من عندها يعني كم منتج، وكنت حابة أعطيكم يعني تجربتي عليها والنتيجة كيف. بس بالصدفة لقيت عندي فيديو مقترح لقناة اسمها علا لولي، كانت حاطة فيه تحدي. وأنا عجبتني الفكرة كتير. تحدي إنه نحن يعني دايما جميع النساء يعني بيشتروا، عندهم هوس بالمشتريات الكريمات أو الأشياء الوجه، بس بنفس الوقت ما بننتظم باستخدامهم. يعني بنشتري بالآخر يومين 3 بنستخدم بنحطهم على جنب، رد نرجع نروح نشوف شي ماركة جديدة كمان بنشتري منها، وهكذا، وكلياتهم مركونين عنا بالخزانة، ولا بنستخدم شي ولا بنتابع على شي. فكان تحدي إنه ليش لحتى نحط مصاري كمان نشتري كمان أشياء جديدة، ونحن عنا موجود كريمات وموجود أشياء، بس بنخزنهم على الفاضي ونروح نشتري وندور على أشياء جديدة لوجهنا وإيدينا أو لأي شي يعني لجسمنا. فالتحدي إنه بنطالع كل شي عنا، أشياء قديمة مخزنينها أو كريمات أو أي شي يعني مخزنينه عنا، ونتحدى بعض لمدة شهر كامل. تحدي شهر 7 يعني، هذا الشهر نحن السابع، انه بنستخدمهم. وبعد شهر بنعمل فيديو تاني بنشوف النتيجة شو هي. بنعطيكم يعني النتيجة، وبنشوف يعني هل مثلا هاي الماركة منيحة أو لا، أو الشي اللي بنستخدمه يعني الأشياء اللي بنستخدمهم هل هي بتعطي نتيجة بالفعل ولا لا، ولا يعني شو تجربتنا فيها. التحدي كتير عجبني، خصوصي أنا من النوع الملول يعني ما بنتظم على أشياء. أنا كمان من النوع بشتري وكمان كم يوم برجع بمل. فأنا حبيت التحدي وحبيت شارك فيه. هو تحدي لليوتيوبر وللمتابعين، هي كاتبة، فأي حدا بحب يشارك فيه من اليوتيوبر أو من المتابعين إذا بحبوا أنا رح خلي إيميل. إذا حدا بيحب يصور لي أو بيعمل لي فيديو قصير وأنا بنشره باسم الشخص يعني، حتى يكون معنا بالتحدي، أو بحب بس يكتب تحت بالتعليقات شو الكريمات أو شو اللي بده يمشي معنا بالتحدي، بيكتب أسمائهم، وبنبلش بالتحدي مع بعض. بعد شهر كامل مثل ما حكينا بنرجع وبنشوف النتيجة شو هي. فيلا نبدأ، صرت حكيت كتير يعني. أنا هدول يعني المجموعة اللي أخدتهم من اللي عندي اللي بدي، يعني مو كله راح استخدمهم، راح شوف. أول شي أنا عندي للوجه، عندي هون هاد سكراب مقشر، هذا بدي استخدمه. هاد 3 أيام بالأسبوع لازم استخدامه، من شركة فورايفر طبعا. أنا مستخدم منه شي، بس أنا صار لي يعني الصراحة قريب السنة ماني عم انتظم على شي يعني، فلظروف. وكنت بتركيا، أنا هاي الكريمات مشتريتها كلياتها بتركيا، وسافرت لهون على اليونان، جبتها معي من تركيا على اليونان، لأنه هاي ماركة غالية شوي، وأسعار الكريمات هدول غالية شوي يعني، مكلفيني مصاري يعني، أسعارهم شوي غالية. وهلا مثل ما حكيت، أول شي راح استخدم هذا السكراب 3 أيام بالأسبوع، راح انتظم عليه للوجه هذا مشان التبييض، تقشير يعني للوجه. وبنشوف بعد شهر النتيجة شو بتكون. في عندي هاي الألوفيرا كمان كتير منيحة. طبعا هذا الألوفيرا جيل استعمالاته كتيرة، هو مرطب للبشرة، وهو للحروق الطفيفة يعني. بيهدي بالحروق كتير، إذا الواحد حرق يعني حرق سطحي بيهدي الحرق كتير، ومرطب للبشرة. إله كتير استخدامات يعني، بتحسن تعملوا عليه سيرش على جوجل. ألوفيرا جيلي، مو ألوفيرا جيل، ألوفيرا جيلي من شركة فرايفر. أنا بدي استخدمه مرطب للبشرة عندي، كمان بصير للحبوب، إذا طلعت بوجهك أي حبة فبتحط من ألوفيرا كمان بيروح الحب يعني. فأنا راح استخدمه كمرطب يعني، لأنه عم بعمل تقشير، فلازم مرطب للبشرة. راح اخذ الألوفيرا جيل مرطب. طبعا معروف ان نبتة الصبار، فهذا مأخوذ من نبتة الصبار، كلياته جيل من جيل الصبار.
طبعا عندي هون أنا كريم البروبليس كريم. هذا مضاد حيوي طبيعي، ويعني مفيد لمعظم مشاكل البشرة وكمان لحب الشباب. طبعا بيستخدم هو الألوفيرا لحب الشباب مع الواقي الشمسي اللي بحكي عنه. هدول اثنين مجموعة لمعالجة حب الشباب خصوصا، وهو واقي للبشرة وكمان بفيد للالتهابات البشرة وبفيد للبواسير كمان. وهو غني بفيتامين A و B، يعني مغذي للبشرة. كمان بيفيد انه بعد الحلاقة كمان بينحط منه الكريم لبعد الحلاقة وبعد إزالة الشعر. كمان بيفيد للسعات وللحروق، كمان مفيد كتير. فأنا بدي استخدمه كمغذي للبشرة عندي لبشرتي هذا، لأنه هو غني بفيتامين A و B. عندي هون الواقي الشمسي. هذا الواقي الشمسي بس صراحة يمكن ما بستخدمه. أنا في عندي اثنين من الواقي الشمسي، هاي من شركة الفرايفر، وهاي من هاي كريم بيبي 30 درجة. ما بعرف أنا، هذا هو غامق شوي على البشرة يعني. هلا بتشوفوا كيف شايفين، يعني درجته كتير غامقة. ف ما بعرف، ممكن استخدم يا هاد يا هاد. هذا الواقي الشمسي مشكلته انه زيت، يعني مثل حاطة على وجهك مثل الزيت، مثل ما شايفين، وسائل لونه ابيض كتير. لحظة اصفي الكاميرا. يعني من تحطيه على البشرة يعني مثل كتير عاطي مثل الزيت، يعني كأني حاطة على البشرة مثل الزيت. بشوف ممكن لأنه مجموعة واحدة عم بستخدم نفس الشركة، فأنا ماني حابة أغير، فممكن راح استخدم هذا الواقي الشمسي. كمان درجته 30، كمان نفس الدرجة يعني 30. ف حلو بس ما كتير عجبني، لأنه بسبب أنه الطبع عم يعطي مثل الزيت. عندي هدول الاثنين. هاي عبارة عن بودرة. هذا ماسك للوجه. بدي ناخد ملعقة صغيرة من هاي البودرة، نخلطها مع ملعقة صغيرة من هذا السائل اللي هو الو اكتيفيتور، مع الماسك باودر. فهدول الاثنين هن الماسك، بنخلطهم مع بعض، بعدين بنتم فيهم الوجه، وبنحط على الوجه محارم مطبخ لأجل يمسكوا الماسك، ونخليه لحتى ينشف. بعدين بنشيله بكل شي نقط سود عند الأنف أو عند الخدود من فوق، فبيطلعن على طبعا مو من أول ماسك، يعني ثالث ماسك أو رابع، يعني ثالث مرة أو رابع مرة عفوا. بتشوفي لما بتشيل ماسك بتشوفي إنه بلش يطلع النقط السود اللي بتظهر عند الأنف أو عند الخد. فأنا كمان صار لي زمان تاركته، فبدي استخدمه هذا الماسك مرتين بالأسبوع. راح استخدمه أنا، راح اشتغل عليه، راح أعمل مرتين بالأسبوع من هذا الماسك. كتير حلو. أنا استخدمته قبل بمرة بس ما داومت عليه، بس عجبني، بس راح أرجع أداوم عليه هذا الشهر كلياته لأجل أعطيكم النتيجة يعني الحقيقية اللي راح استفاد منه. هذا الماسك شو لسه عندي هاي للشفايف كمان، ألو لبس. هذا مرطب للشفايف. مو كتير، أنا كمان مستخدمت، يعني هدول كنت مستخدم فترة بس قصيرة كتير، يعني ما داومت فترة شهر كامل. فأنا هلا راح أداوم شهر وأعطيكم النتيجة الحقيقية. هذا هو الألو لبس، شفافة كتير، ما بيعطي طبعا أي لون للشفايف، بس هو مرطب يعني بيستخدم خلال اليوم. كمان بدي استخدمه لشفايفي. عندي هون هاي غسول كمان للتم، فلازم الصبح والمساء. أنا ما استخدمه الصبح والمساء، فكمان هلا بدي التزم عليه. عند الصبح أول ما بنفيق وقبل النوم،
غسول كتير تنظيف، يعني كتير عميق، مثل ما شايفين مكتوب انه تنظيف كتير عميق بالنعناع هذا. فبدي كمان انتظم عليه ان شاء الله. كمان كتير عجبني هاي، بس اخدته هاد من هون من المول، يعني كان في عليه عرض واخدته كتير حلو. في عندي هذا كريم للشعر، بس صراحة مو كتير عجبني هذا الكريم الشعر، بس عم اعطيكم فكرة عنه انه اذا شفتوه يعني فلا تشتروه، يعني صراحة مو كتير حلو للشعر. في عندي هاي المجموعة، هاي المجموعة كاملة تجي ببوكس. انا راح احط لكم صورة البوكس كيف جاي فيه، معه ليفة طبعا، ومعه ورق اللي بلفوا فيه الحلويات الرفيع كمان. هاي المجموعة بتستخدم لبعد الحمل، يعني بعد الولادة، للتشققات أو للترهلات تبعت بعد الحمل يعني، أو تشققات البطن. أنا ما استخدمتها لأنه أنا طبعا ما عندي ولاد لسه، بس هاي راح أعطيها هدية لوحدة صديقة عزيزة علي، وراح خليها هي تجربها وهي تعطينا نتيجة أنا بلكن عليها. هاي مجموعة كاملة الكريمين مع بعض، وعندي هذا السائل. طبعا إذا تحبوا انه ارد ارجع اشرح لكم كل مجموعة لوحدها انه كيف استخدامها واسعار. فمثل ما حكيت راح اعطيهم هدية لرفيقتي وخليها تستخدمه وتعطينا هي النتيجة، لان انا ما بحسن استخدم هاي المجموعة، ما عندي اي تشققات اي ترهلات لسه. هذا حكينا عنه الواقي الشمسي، وهاي اللبس حكينا عنه. هلا بنيجي للايدين. هاد كمان كريم للشعر خلي. بنيجي هلا للايدين. انا الايدين ما بدي استخدم اي كريم، عندي هون الليمونة والسكر، راح استخدم مقشر لايدي. طبعا معروف الليمون كتير بيض، مثل ما شايفين ايدي صار لي السنة وخالص صايرين يعني زفت، فبدي استخدم هذا المرطب وهي المقشر الليمون والسكر. غير هيك ما راح استخدم لايدي خالص، وراح احكيلكم النتيجة بعد شهر. طبعا راح تشوفوها قدامكم، يعني بالنسبة لايدي راح تشوفوا النتيجة قدامكم مبينة ظاهرة. هلا مثل ما شايفين لونه كتير صاير غامق، وانا من النوع اللي بظهر على الشمس، يعني بحب الشمس كتير وبظهر يعني على الشمس. فلازم على طول في عندي مقشرات، بس ما بنتظم عليهم. بس هلا مثل ما حكينا بالتحدي عجبني وراح اتحدى نفسي معاكم. وليمون راح اسمه بالنص واخد ليمون لكب السكر وأبشر فيها يدي كل يوم يوميا. راح اعمل تأشير بالليمون، وبعد راح احط مرطب من هذا مرطب اليدين. بس غير هيك ما راح استخدم ليدي. هيك بيكون خلص الفيديو معنا. مثل ما قلت للبشرة راح استخدم هدول لإيدي دول، طبعا للإيدين والإجرين بصير هدول الليمون والمرطب. غير هيك ما فيه الغسول هاد التم طبعا مع فرش الأسنان. بس هيك بكون أنا ختمت الفيديو. إن شاء الله بشوفكن بفيديو بعد شهر بنحكي النتيجة. واللي بيحب يشاركنا سواء من اليوتيوبر بيعملوا فيديوهات أو من المتابعين بيكتبوا بتعليق، أو حابين يبعتوا صورة وشي، أنا التعليق كل تعليق راح يجيني راح صوره، وبعد شهر راح نشوف تعليقكم كمان إذا كان انتظمتوا معنا أو لا، أو لقيتوا نتيجة بالشي اللي عندكم اللي راح تكتبوا. الأشياء اللي كنتوا تستخدموها اكتبوها تحت بالتعليق، وأنا راح أحط سكرين يعني صورة عن التعليق، وراح خلي عندي محفوظ راح أعرضه في فيديو تاني. حط الفيديوهات اللي بدهم يشاركوا معنا، ونشوف النتيجة معهم كمان بعد شهر شو النتيجة اللي جابت معهم. إن شاء الله بيكون تحدي يعني مفيد، وإنه كلياتهم نتحدى بعض بالتحدي، يعني متشجع أكتر، بيكون فيديوهات مشجع إنه بنستخدم الأشياء اللي عنا
ليش حتى نركن على جنب وقاعدين عم ندفع مصاري على الفاضي على الفاضي؟ فليش؟ واللي ما عنده كريمات ممكن في كتير خلطات طبيعية، في كتير قنوات بتعمل خلطات طبيعية، يعني مثل هلا أنا الليمون والسكر راح استخدم لدي هاي خلطة طبيعية بعيدة عن الكريمات أو هيك. بتحسنوا تستخدموا أي خلطات كمان طبيعية وتتحدوا نفسكم فيها يعني لأنه لازم يعني المرأة تهتم بحالها، لازم يعني يعني لازم نخلي وقت شوي لنفسنا، بكفي كل وقتنا بالمطبخ مع الأولاد مع الزوج، يعني لازم كمان بنعمل حساب لإلنا، بنخلي وقت يعني لنفسنا، لراحتنا، للاهتمام بنفسنا كمان، لأنه كمان نفسنا بتطلب. ما نخلي كل طاقتنا كل مجهودنا كلياته للبيت وبس. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، بعتذر إنه طولت كتير عليكم بالفيديو. استودعكم الله فيديو تاني إن شاء الله، ولا تنسون الاشتراك والإعجاب بالفيديو، وربي يسعدكم.